بتكلم على التدخين يا عبد الله، بقول سؤالين. انا عايز كل مشاهد يسمعني في السؤالين دول. انت بتدخن ليه؟ السؤال الاهم، مش عارف تبطل ليه؟ انت بتدخن لان فعلا احسن انتي ستريس طلع هو النيكوتين، ما طلعش زيه. يقول لك الدكتور حسام موافي بيعمل دعايه للسجاير. انا بقول لك الواقع. انت راجل متعلم، عايز تعرف دي بتعمل ايه ضد الاسترس. ما تلاحظ ان في المياتم وامتحانات وانترفيو السجاير تزيد؟ لان الاسترس زاد، فهو بيقلل الاسترس، بياخد قرص. لكن لما يكون المقابل سرطان وفشل تنفسي، استمر؟ لا طبعا. مش يبقى حرام عليا؟ التدخين يا عبد الله جريمه. لو انا مسؤول اقفل مصانع السجاير من بلدي، ده رقم واحد. رقم اتنين، يوم القيامه هتتسأل سؤالين: فلوسك راحت فين؟ ربنا جامع لك بقى في عداد فوق بيجمع الفلوس، يقول لك انت صرفت 700,000 جنيه على السجاير، وابنك كان عايز جزمة ما جبتهالوش. جاوب. التاني، انا مديك رئة زي الفل، بوصلها ليه؟ ابنك لو اديته حاجة بريشس وغالية وراح حاططها في البني ولا رميها بتزعل منه. ربنا مديك رئة زي الفل، اضعف عضو في الجسم الرئة، لا يتحمل اي شيء. ما يتحملش حمام تربيه في بيتك، حمام ما يتحملهاش. تراب هيتحمل سجاير؟ التدخين جريمة، جريمة بكل ما تحوي هذه الكلمة من معاني. طب مش عارف تبطل ليه؟ تعريف الإدمان اتغير. كان زمان تعريف الإدمان هي المادة اللي باخدها لو بطلتها تيجي لي أعراض اسمها أعراض انسحابية قد تودي بحياتي. عشان كده المدمن من مواد معينة ما ينفعش يبطل لوحده، لازم يخش المستشفى عشان ما يموتش. تعريف اتغير، قالوا أي مادة في الدنيا يبقى لها مستوى في الدم بقيت مدمن لها. السجاير كانت عادة زي القهوة والشاي، دخلت مع الإدمان. لماذا؟ لأن النيكوتين عامل مستوى في الدم. يعني إيه مستوى في الدم؟ يعني أخد لك عين الدم أو دي المعمل أقول شوف لي النيكوتين كام، يطلع لي رقم. بينما اللي مش مدخن الرقم صفر.